السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اهلا بيكم معايا على قناة مامة التوينز. لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء صوابي. قناتي بتقدم اكلات ووصفات ان شاء الله كلها هتعجبكم وتنور رضاكم. هنعمل مع بعض النهاردة المحشي بطريقة حلوة قوي. هنعمل مع بعض المحشي النهاردة بطريقة مختلفة ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. واول حاجة عشان خاطر نعمل محشي صح لازم نختار الكرنبية صح. الكرنبية بتاعتنا من مميزات الكرنبية الكويسة ان الكرنبية تكون مدورة وتكون خفيفة، تيجي تشيليها تكون خفيفة في ايديكي وتخبطي عليها زي ما انا ما بخبط كده قدامكم. تديكي صوت رنة زي صوت الطبلة كده، ويكون ورقها خفيف ما تكونش معرقة. اول حاجة هنعملها، هنتخلص من الزوايد، الورق الاخضر او الورق الاصفر، دول ورقتين كده صفر ما كانوش عاجبني فانا هشيلهم اتخلص منهم ومش هرميهم، انا هستفيد بيهم في الاخر. هتشوفوا هنستفيد بيهم وهينفعونا في ايه. ونبدأ بعد كده نشيل الراس بتاعة الكرنباية او الجذر بتاع الكرنباية اللي فوق ده. عايزة اقول لكم ان دي افضل طريقة لسلق الكرنب من غير ما تهدري ولا ورقة معاكي، ومن غير ما الورق معاكي يتكسر ويتهري منك. بعد ما شلنا راس الكرنبايه او الجذر بتاع الكرنبايه بيبقى ليه امتداد لجوه كده، هبدا اشيله. الامتداد اللي احنا شايفينه مع بعض ده هبدا اشيله، مش ههدر ولا هقطع اي حاجه من الورق. هو زي ما احنا شايفين مع بعض بس كده مش اكتر. اهو بصوا زي ما احنا شايفين، ده برضو امتداد للجذر بتاعنا، يعني احنا ما جيناش على اي ورق من بتاعنا خالص. بس كده. عايزه اقولك ان الجذر اللي احنا شلناه ده هو ده اللي ماسك الكرنبايه ببعضها، يعني هو ده اللي مخلي الكرنبايه متماسكه مع بعضها. بصوا ما شلناش الا ده بس. اول ما بنشيل اللي انتوا شايفينه قصاد مننا ده، الكرنبايه بتاعتنا بتبدا تفك من بعضها، تبقى متفككه من بعضها، ونبدا نسلقها بمنتهى السهوله زي ما هي كده. زي ما هي كده هنسلقها. عايزه اقول لكم ان في ناس بتيجي تسلق الكرنب، بص مفككه معايا ازاي. ناس بتيجي تسلق الكرنب بقى بتقطع ورقه ورقه ويتكسر ويتهري وتبقى مشكله جامده. او حتى لو عملت زي ما انا ما بعمل كده، تبدا تشيل الراس وتبدا تقور بقى تاكل نص الكرنبايه معاها. لا، انتي اعملي زي ما انا بقول لك كده. مش هتهدري اي ورق، والورق معاكي ما شاء الله يبقى مبروك زي ما بنقول كده عندنا. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا، بصوا بعمل تاني كمان مرة عشان خاطر اللي ما خدش باله ياخد باله. اهو بصوا ما شلناش اي حاجة من الورق. هتطلع معاكي الورق كله سليم ومش مهري، والورق كله ما تخدرش منه ولا ورقية، هتستفيدي بكل ورقية معاكي. اهو بصوا مفكك من بعضه ازاي. بس كده. هنبدأ بقى بعد ما تخلصنا من كل الزوايد دي او الراس وكل امتدادها ده، هنبدأ ايه؟ ننزل بيها في حلة على النار فيها مية سخنة. مية سخنة مش مية بتغلي، يعني مية تكون قربت لدرجة الغليان. لان لو مية بتغلي اول ما هنزل فيها ورقة الكرنب مش هتستحمل معايا، لان الكرنب من الحاجات الرقيقة. هتتهري معايا على طول. وانا مش عايزة الورق يتهري معايا عشان خاطر يبقى معايا سهل في المحشي. ودي ميه بارده. هطلع من الحنفيه، هطلع الكرنب بعد ما يتسلق معايا اهو، اتسلق على اليمه دي. هقلبه على اليمه التانية. بعد ما يتسلق معايا الكرنب هشيله واحطه في الميه البارده دي. اولا ليها فايدتين. اولا هيوقف معايا عمليه السوى، فيبقى الكرنب بتاعي ما يتهريش مني. ثانيا هنضف الكرنب بتاعي من اي اتربه او اي حاجه فيه اهو. ويستحسن كمان لو انت تحطيه تحت الحنفيه بتاعه الميه، يعني انا بعد ما اخلص الكميه معاكم هنزل بيه تحت حنفيه الميه عشان اغسله كويس جدا، وعشان اوقف عمليه السوى بتاعتي تماما وما يتهريش معايا. بصوا ما شاء الله الكرنبيه كلها مفككه من بعضها ازاي، والورقه طالعه معايا بورقتها، مفيش ورقه مهريه ولا ورقه فيها اي حاجه. بصوا ما شاء الله لعند اخر ورقة معايا، والورق كله متفكك من بعضه، والورق كله متماسك، والورق كله حلو جدا. عايزة اقول لكم ان انا بطلع الكرنب بتاعي 3/4 سوا، يعني انا ما بسويهوش سوا كامل عشان يبقى سهل معايا وانا بحشي، ما يفضلش يتقطع مني، ما يبقاش مهري معايا. وفي نفس الوقت ما بيكمل سوا مع المحشي ومع الرز بيبقى طعمه احلى بكتير. بس هبدأ بقى اخد كل الكمية دي انزل بيها تحت المية عشان خاطر اوقف عملية السوا زي ما قلنا مع بعض، وعشان خاطر اغسله كويس. اهو بصوا، ده بعد ما غسلته وجبته
اهو بصوا الورقه، بوريكم ان الورقه زي ما هي مش مهريه، والورق متماسك معايا وعامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. هنبدا بقى بعد كده نقطع معانا الكرنب بتاعنا. بصوا العروق اللي هي في قلب الكرنبايه دي، اللي هي العروق السميكه دي، هبدا ان انا اشيلها اتخلص منها، هبدا اقطعها كلها. بس انا مش هرميها، انا محتاجاها، العروق دي انا محتاجاها. هقول لكم هتنفعنا في ايه دلوقتي. واحاول اقطع بصوا قطع متساويه قد بعضها عشان يبقى الصوابع تقريبا قد بعض. بصوا العرق السميك ده بس هو اللي بتخلص منه. حتى بصوا انا شايله العرق بس، مش شايله اي حاجه من الورق، يعني الورقه عندي زي ما هي. احنا بنسميه عرق، معرفش انتوا بتسميه ايه، اللي هو العرق السميك ده بتاع الكرنبايه. اهو بصوا العرق بس فقط لا غير، ما تشيليش ورق معاكي. وابدا اقطعه تقريبا كله تقطيع قد بعضه. والعروق دي انا بعينها اهي، مش هتخلص منها، هتنفعنا دلوقتي. وابدا اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. اهو بقى في حله على النار هنحط زيت. دي بقى التسبيكه بتاعتنا بتاعت المحشي. مش هنحط كميه الزيت كلها، هنحط تقريبا 3 ارباع كميه الزيت. هنحوش 3 4 معالق كده، هنعوزهم في الاخر هقول لكم ليه. هننزل بقى بصلصه الطماطم بتاعتنا او طماطم فريش. دي بس صلصه طماطم عشان انا مصلصاها وحطاها في الفريزر عندي، بتبقى سهله عليا فبستسهلها واطلعها على طول. هبدأ بعد كده بقى اجيب معايا بصلتين كبار متخرطين تخريط رفيع كده او متقطعين قطع صغيره، مكعب مرق، كمون، كزبره، فلفل. هاخد نص كميه البهارات اللي معايا او اي بهارات انت حباها، هاخد نص كميه البهارات بتاعتي احطها على البصل، والنص التاني هركنه هنحتاجه لسه معانا. وهنزل بنص معلقه من السكر ومعلقه من الملح. وادعك بقى البصليه بتاعتي على قد ما اقدر لعند ما احس ان البصليه دبلت معايا، وريحه البهارات بقى والبصلايه طلعت معايا، بقت ريحتها تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان التركايه دي بتخلي طعم المحشي حلو جدا. هنبدا ننزل بيه بقى على التسبيكه بتاعتنا، وهي 3 ارباع تسبيكه، يعني ايه تكون لسه داخله على تسبيك كده، واسيبها تكمل معاها البصلايه تكمل معاها تسبيك كده. بعد ما اتسبكت معانا الصلصه، هبدا انزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي. هبدأ أنزل بيه على الصلصة بتاعتنا، وأبدأ أديله تشويحة محترمة. يعني أنا مش عايزة أسوي الرز معايا، بس أنا عايزة الرز معايا يتشرب من الصلصة بتاعتنا بس دقيقة مش أكتر. أنا مش عايزة أكتر من إن الرز يتشرب معايا من الصلصة بتاعتنا، بس مش أكتر. لو ملاحظين إحنا لسه ما حطيناش الخضرة بتاعتنا. أنا مش عايزة أحط الخضرة دلوقتي، عشان لو حطيتها والصلصة سخنة هتستوي معايا ولونها هيغمق، وانا مش عايزه كده. انا عايزه تفضل ريحتها معايا ويفضل طعمها معايا زي ما هي. اهو بصوا بدات ان انا افضي معايا الرز في حاجه واسعه، واحط بقيه البهارات بتاعتنا عشان ابرد الرز بتاعي. ودي بقيت كميه الزيت اللي انا قلت لكم عليها. تركايه الزيت دي والبهارات دي بتبقى لسه حطاها فريش، فبتبقى ريحتها حلوه جدا. والزيت، معلقتين الزيت دول بيفرقوا جدا، بيخلوا الرز بتاعنا فيه لمعه ويبقى مفلفل ويبقى حلو قوي. هنزل بقى بعد ما الرز برد معانا تقريبا كده، هنزل بكميه الخضره. التركيه دي حلوه قوي قوي قوي، بتخلي لك الخضره معاكي وانت بتسوي المحشي ريحتها طالعه وريحتها طازه وحلوه، وبيبقى طعمها حلو قوي. غير لما بتحطيها على التسبيكه وهي سخنه، بيستوي معاكي ويبدا لونها يغمق وريحتها تطلع في الصلصه وتروح، لان دي حاجات اعشاب عطريه، فريحتها بتروح معاكي بسرعه. فانا عايزه احتفظ بيها للاخر معايا. ودي العروق اللي انا قلت لكم عليها، قطعناها قطع صغيره كده، وهننزل بيها في الحله اللي احنا هنحشي فيها، وهنبدا نحشي عليها. يعني هي تبقى الطبقه اللي تحت، وفوق منها صوابع المحشي بتاعتنا. هنبدا بقى نقطع مع بعض صوابع المحشي على قد الصابع، الورق بتاعنا كده على قد الصابع. عايزه اقول لكم ان التركايه بتاعت عروق الكرنب دي، لو انت سهيتي على الكرنب او لسع منك او اي حاجه، بتحفظ لك الطبقه اللي تحت من المحشي. يعني انت بتحافظ لك على الطبقه اللي تحت من المحشي، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها مسكر جدا، فبتديكي طعم حلو قوي للمحشي. عايزه اقول لكم ان طريقه المحشي بالطريقه دي، من غير ما تسبكي من غير ما تحمري بصلايه، ومن غير ما تعملي كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي، اسهل كتير واطعم كتير صدقوني. هنبدأ بعد كده، بعد ما قطعنا شوية من الورق، هنبدأ نحط الرز في قلب الورق بتاعنا. عايزين الرز ما يبقاش طالع من الجناب، ونلفه كويس جدا جدا يبقى متماسك. اهم حاجة في المحشي بتاعنا ان يكون الصابع بتاعي متماسك عشان ما يفكش مني في الحلة.
ويبقى مفلفل، ومش عايزة ولا رُزاية على صوابع المحشي بتاعتنا. لو أنتِ مش بتعرفي تلفّي بقى زي ما أنا ما بالِف كده بإيدي، ممكن تحطّي كده زي ما باورّيكم برضه الطريقة على الرخامة بتاعتِك أو على الترابيزة، وتبدئي إن أنتِ تلفّي المحشي كده. بس عايزة أقول لكم إن الطريقة دي ما بيبقاش المحشي معاكِ متماسك زي ما بتعمليه على إيدِك، يعني باحس إن أنا لو عملته كده أبطأ، باخد وقت أطول كتير، وباحس إن أنا الصابع معايا يعني إيه، أحس إن هو فاكك كده شوية مش متماسك أوي، وأهم حاجة معانا إن الصابع يكون متماسك جدًا. بُصّوا هاورّيكم بقى الطريقة دي سهلة، هاورّيكم نعملها مع بعض إزاي عشان اللي مش بتعرف تتعلّم، لإن هي أسهل كتير، وهتخلّيكِ تحشي المحشي أسرع كتير جدًا، جدًا. أهو بُصّوا شوية رُز في النُص كده، مش عايزاه يطلع من الجناب، وأبدأ ألِف بصابع، أضغط على الرُز والإيد التانية ألِف بيها الورق. أهو بُصّوا واحدة كمان عشان ناخد بالنا أكتر، أهو شوية رُز في النُص مش عايزاهم يطلعوا من الجناب، مش عايزة أكتر الرُز، أهو بُصّي أضغط بصابعي على الرُز، والإيد التانية ألِف بيها أهو بُصّوا ألِف بيها الورق، أهو بُصّوا سهلة جدًا. عايزة أقول لكم إن الطريقة دي سهلة جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم بُصّوا، أهو بُصّوا الصابع متماسك جدًا وعامل إزاي، إن إحنا وإحنا بنرص المحشي نخلّي في فراغات كده بسيطة بين الصابع والتاني، ما نكبسهمش على بعض أوي، أو نزنقهم في بعض أوي عشان خاطر الشوربة أو المَيّة اللي إحنا هنحطها توصل معانا لتحت فيستووا معانا كويس. وبدأت بقى بعد كده بقى أخلّص الكمية، بُصّوا يعني سهلة جدًا وسريعة جدًا الطريقة دي، يعني أسرع طريقة ممكن تحشي بيها المحشي، أهو بُصّوا سهلة جدًا، جدًا. أسهل كتير ما تحطّي على الترابيزة وتبدئي تحشي كده، بتاخد وقت كتير وفي نفس الوقت ما بيبقاش الصابع متماسك، ممكن يفك معاكِ في الحلة. أهو بُصّوا ما فيش أي رُز معانا على المحشي إزاي. هنبدأ بقى نجيب الشوربة بتاعتنا، نحط عليها معلقة صلصة وننزل بيها على المحشي بتاعنا. وحركة إن إحنا نهز الحلة دي مهمة جدًا، عشان خاطر الشوربة معانا توصل للمحشي من تحت من القاع، فيستوي كلّه تسوية واحدة. عايزة أقول لِك إن لو ما فيش شوربة، ممكن تحطّي مَيّة ومكعب مرق أو مَيّة وتوابل وملح بقى إيه، حسب الموجود عندِك. عايزة أقول لِك إن مستوى المَيّة بتاعنا أو مستوى الشوربة بتاعتنا ما يكونش مغطّي المحشي معاكِ عشان ما يتعجنش منِّك، يكون أنتِ شايفاه بس مش مغطّي المحشي بتاعِك. ودول ورقتين الكرنب اللي أنا قُلت لكم عليهم، اللي إحنا اتخلّصنا منهم من البداية، قُلت لكم هنحتاجهم، مهمين جدًا، جدًا. التركاية دي مهمة جدًا، بتخلّي لِك المحشي بتاعِك ما يفكِّش معاكِ في قلب الحلة، وفي نفس الوقت ما فيش ولا رُزاية تطلع، بُصّي بيحافظ لِك عليه جدًا. بُصّوا هنشوف مع بعض، بُصّوا بعد ما غليت ما فيش ولا رُزاية طالعة برّه المحشي بتاعنا، بيحافظ لِك على المحشي متماسك زي ما هو، وما بيخلّيش ولا رُزاية تطلع برّه صابع المحشي. فالتركاية بتاعة الورقة دي حلوة أوي ومهمة جدًا، بتحافظ لِك عليه جدًا، جدًا، وبتطلّع لِك شكله أحلى كتير. أهو كده بعد ما المحشي بتاعنا استوى، شكله ما شاء الله عليه، بجد، بجد كان طعمه تحفة جدًا، جدًا، جدًا. كان الجو برد بقى والمحشي ساخن، حطيناه، بجد كان حلو أوي، 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 أوي. هو بجد المحشي بيبقى عايز البرد والسقعة، بيبقى حلو جدًا. هابدأ بقى أفضّي معانا المحشي أهو بُصّوا، هتشوفوا بقى معايا دلوقتي إن المحشي إزاي متماسك، أهو بُصّوا، متماسك والرز بتاعه مستوي ومفلفل، مش معجّن، ما فيش ولا رُزاية عليه من برّه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. بُصّوا، طريقة حلوة أوي، 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 والنتيجة حلوة أوي. وبجد لو ما جرّبتيش الطريقة دي فايتِك كتير، لازم تجرّبيه، ولمّا تجرّبيه قولي لي إيه رأيِك فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في المحشي بتاعي. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.